السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. خبر مهم وعاجل: العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي وينشر صورا للمناطق التي قد يضربها. حذر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك من زلزال قوي قد يهز العالم يوم الأحد، قائلا: تقلبات قوية جدا يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5 أو أعلى من ذلك. العالم الهولندي يحذر من جديد. فقد أعاد العالم الهولندي فرانك مساء السبت نشر تحذيرا من الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها على منصة إكس، مرفقا كلامه بخريطة توضح البلدان التي ستشهد النشاط الزلزالي. وبحسب الخريطة فإن زلزالا قويا قد يضرب مناطق من الفلبين وإندونيسيا وما يجاورها من جنوب شرق آسيا، غرب المحيط الهادي، ومناطق أخرى إلى الجنوب من أستراليا ونيوزيلندا. حيث جاء هذا الإعلان بعدما أوضح العالم الهولندي فرانك أن الزلزال سيأتي من اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر، كاشفا أن هذا الاقتران قد يؤدي إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر. وقال أيضا وأنه من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و 28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات على مقياس ريختر. كما شملت التحذيرات عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محددا نسبة ما بين 50 إلى 70 لحدوث الزلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس ريختر. وأثار عالم الزلزال الهولندي الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف. على صعيد آخر متصل، تم تسجيل زلزال قوته نحو 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد حسب وكالة سبوتينيك الروسية. وبحسب الوكالة فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا. وفي النهاية أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.